السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطبخ وصفات وشهيوات شروق. اليوم إن شاء الله سوف نعمل معا اللوبيا الحمراء وطريقة تحضيرها بالمقادير وهي كالتالي: حوالي كيلو إلى كيلو ونصف من اللوبيا الحمراء، كيلو إلى أقل من الكيلو لحم البقر أو لحم الماعز. لدينا حبة كبيرة من البصل إلى حبتين صغار مبروشتان. لدينا 3 فصوص من الثوم مبروشة، ولدينا حبة كبيرة إلى حبتين من الطماطم مبروشة أيضا، ولدينا طماطم مصبرة على حسب الحاجة. التوابل: لدينا كمية من الملح على حسب الرغبة، ولدينا ملعقتين من رأس الحانوت أو توابل مشكلة بهذه الملعقة الصغيرة أيضا على حسب الرغبة. لدينا حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، لدينا كمون، ولدينا فلفل حار مرحي، ولدينا زيت أيضا للتقلية والماء. تابعوني في طريقة التحضير. طريقة التحضير كالتالي: نضع كمية ملعقة إلى ملعقتين من الزيت، ثم نضع بعد ذلك البصل، ونتركه يتقلى. بعد التقلية نضع له الثوم وفي نفس الوقت نضع الماء ليغلي. فقط ملاحظة بسيطة: لو طبختم في قدر الضغط، طنجرة الضغط، لا تضعوا الماء كثيرا فقط فوق اللوبيا الحمراء حتى تتغطى، لكن إذا وضعتم في قدر عادي ليس بالضغط فضعوا كمية مناسبة من الماء لأنه سوف يتشرب، لكن طنجرة الضغط لا تشرب كثيرا من الماء. عند تقلية البصل نضع اللحم، ونقلي مع بعض. عند تقلية اللحم نضع اللوبيا، ثم نضع التوابل: الملح والتوابل المشكلة رأس الحانوت أو الذواقة، والفلفل الأسود، والكمون، والفلفل الحار.
من لديه ورقة غار أو رند فليضعها أيضا. ونتركه يتقلى. حتى يصبح هكذا. وبعد ذلك نضع الطماطم من حبة إلى حبتين. وعندما يتقلى الخليط كله مع بعض نضع له الماء ونغلق. وعندما تنضج اللوبيا في الأخير نضع له فلفل حار كاملا، ليس متقوب ولا شيء، فقط ليترك لنا البنة. ونطفئ على النار ونتذوق. إذا خاصة اللوبيا الكمون فلنزيد أيضا. وسوف نترككم مع طبق التقديم. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة، سبسكرايب لقناتنا ولايك لتدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكمية مناسبة من الماء في طنجرة الضغط.